مالك رحمه الله تعالى ورضي عنه لحقه من الأذى ما لحقه، وجلد حتى إنه لم يكد يرفع يديه في الصلاة، وتأخر عن بعض الصلوات. سئل: لم ذاك؟ فماذا أجاب؟ قال: ضربني السلطان، فعل به كذا وكذا، يهيج القلوب والمشاعر. لا، قال كلمته الجميلة العظيمة: ما كل ما يعلم يقال. تبغى تحصل مني على شيء؟ هذا هو، أكثر من هذا ما فيه. وصبر وسكت رضي الله عنه، لأنه يعلم أنه لو قال ضربوني فعلوا بي إلى أن وصلت إلى هذه الدرجة لا أستطيع رفع يدي. غضب الناس وهاجوا وماجوا. هذا الإمام الجليل يهان؟ هذا الإمام الجليل ينال منه؟ لكنه علم ما يترتب على هذا من الشر، فقال: ما كل ما يعلم يقال. أحمد يقول في هذه مصيبة خاصة، فتنة خاصة، هذه نزلت منها، نصبر حتى يرفعها الله. لكن المصيبة العامة أن تقوموا تطلبون الثأر لنا، فيحل بالمسلمين ما يحل من البلاء والويلات والنكبات. يحل الاقتتال حينئذ، تسفك الدماء، تستباح الأعراض، تنقطع السبل، ترتفع الخير، ترتفع الأمن، يحل الشر، يحل الخوف. لا، اصبروا، هذا خلاف الآثار. إن نجد في الآثار ما صلوا فلا. هذا وهم ظلموهم. فكيف بك وأنت لم تظلم؟ لم يؤخذ حقك، لم يعتدى عليك، لم يضرب ظهرك، لم يؤخذ مالك. النبي صلى الله عليه وسلم أمرك مع جلد الظهر وأخذ المال الذي جهدت ونصبت حتى جمعته، أخذ منك، وفوق ذلك ضرب ظهرك. أمرك مع هذا كله أن تصبر. فكيف بك ولم يؤخذ عليك شيء، ولم ينلك من هذا شيء؟ ولكن إنما هو اتباع أهل الأهواء وترك طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى. فبسببها تحل النكبات وترتفع عن مجتمعات المسلمين النعم، نسأل الله العافية والسلامة، وتحل النقام.